شحال كيتقام مشروع ديال البيض وشحال نقدروا نربحوا منه. المصدر ديال هذه المعلومات وديال لي شيفر اللي غيتذكروا في الفيديو هما الشركه ديال اغروغو كدير دراسات وانجاز مشاريع الفلاحيه. نبداو بتكلفه الانتاج، ولا خدينا بلاصه فيها 400 متر مربع فتقدر تحز لينا اكثر من 1000 دجاجه. اول حاجه غادي نحتاجوها هي التجهيز ديالها اللي داخل فيها السيج والغطاء ديال السقف، اللي هادشي كامل غادي يكلفنا 10000 درهم. عندنا الوكالات والشرابات ديال الدجاج اللي غادي يكلفونا 3000 درهم. عندنا البلايص فين غادي يبيضوا التجهيز ديالهم اللي غادي يكلفنا 5500 درهم. واخيرا عندنا الاضاءه اللي غادي تكلفنا 500 درهم. ونجيو اهم حاجه اللي غادي نحتاجو هي الدجاج اللي غادي نخدموا بالجيل الاول من قطع السلالات اللي غادي نشريوهم صغار شويه، اللي غادي يكلفونا تقريبا 1000 دجاجه ب 60000 درهم. اخيرا اليد العامله اللي غادي تكلفنا 18000 درهم في العام. نجيو دابا الانتاج اللي غادي يبدا من وراء 5 ولا 6 ديال الاسابيع. عندنا 1000 دجاجه كتعطي تقريبا 700 بيضه في النهار، يعني 21000 بيضه في الشهر، ولكن هادشي كيبقى على حساب الظروف اللي كنوفروا لها الدجاج والتغذيه والعنايه بطبيعه الحال. نجيو دابا الارباح اللي اول حاجه غادي نحيدوا المصاريف اللي 1000 دجاجه غادي نصرفوا عليها 280 درهم في النهار ديال الماكله، وعندنا 40 درهم في النهار ديال المكملات والادويه، يعني في العام غادي يكلفونا 115200 درهم. اما بالنسبه للربح اللي درنا ان البيض غادي يتباع ب 2 دراهم الحبه الوحده، فالمشروع غادي يدخل في العام اكثر من 220000 بيضه، اي 440000 درهم. نحيدوا منهم الاستثمار الاولي والتكاليف ديال العام، وبالتالي غيبقى الربح الصافي 227800 درهم. عندك فكره مشروع فلاحي او استفسار؟ سينا ميساج في واتساب.